السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا كارت يعتبر من الفئه المتوسطه العليا ال 3060. هنعمل له تجربه الانبوكسنج، هنجربه على الالعاب، نشوف درجات الحراره اللي بيوصل لها، نشوف اعلى فريمات بيوصل لها. وانا كنت عامل على فكره 3 حلقات قبل كده عن كروت مستعمله، هتلاقيها قبل الحلقه دي على طول. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه وتعمل لنا لايك. انزل اشترك يا عم، في ايه؟ انزل اشترك بقى، اشترك كده واعمل لنا لايك واعمل لنا كومنت، اكتب اللي انت عايزه وهنجاوبك ان شاء الله. هنتكلم عن كل حاجه. اللي عايز يعرف السعر هنقول له السعر في الاخر. اللي عايز يعرف اي حاجه عن الكروت، عن الهاردوير، عن السوفت وير، يبعت لنا ان شاء الله وهنقدر نجاوب عليه باذن الله عن كل حاجه. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. طيب برضو تعالوا اوريكم شكل العلبة من كل الاتجاهات بحيث ان انتوا تبقوا عارفين شكل النسخة دي بالظبط. طيب زي ما احنا شايفين ده شكل العلبة. انا بحب طبعا لما يكون عندي اي حاجة او مشتري اي حاجة لازم اوريكم شكل العلبة الخارجية، وده شيء طبيعي عشان تعرف المنتج اللي انت هتشتريه لو مش هتفتحه. زي ما احنا شايفين بيستعرض في كل حاجة في العلبة، او بيستعرض لك كل حاجه داخل العلبه دي. طبعا الهيت سينك بتاعه الكارت، بيستعرض لك التبريد، بيستعرض لك المداخل والمخارج، في كام ديسبلاي بورد، في كام اتش دي ام اي. وتعالوا بينا بقى نفتح دلوقتي الكارت ونتفرج على الكارت نفسه. تغليف الكارت ما شاء الله شيك جدا، وحاجه طبعا مهتمين بيه بحيث ان هو يبقى محمي لاقصى درجه. في علبة داخلية كمان جوه العلبة الخارجية اللي بره ديت. وزي ما احنا شايفين علبة كده شيك كده وكاتبين عليها in search of knowledge او حاجة زي، او in search of incredible، بندور على الحاجات الانكريدبل يعني. زي ما احنا شايفين طبعا دي العلبة. جواها طبعا الكارت حاطين حواليه فوم بحيث ان انت يحافظ عليه لأقصى درجة. وشكل الكارت ما شاء الله الكارت كبير، مش صغير يعني. نقول عليه حجمه متوسط، مش كبير قوي ولا صغير قوي، مش زي طبعا حجم ال40 90 والحاجات دي كلها، لكن حجمه ما شاء الله. طبعا النسخة اللي معانا نسخة ال3 مراوح. تعالوا بقى بينا نشوف ايه اللي جوه وبعدين نبقى نستعرض الكارت. طبعا حاطط لك حاجات كده، جايد كده سريع ده زي ما احنا شايفين. نبدأ بقى. طبعا لازم الكارت يا جماعة يكون مقفول بالسيلينج بتاعه. وخلي بالكم من حاجة مهمة جدا، السيلينج بتاعه لما بتفتحه بيتقطع، او بيبقى حاجة يعني استخدام واحد يعني، مش حتة سوليتيب عادية او الكلام ده كله، لا، معمول بطريقة ان انتوا هتشوفوه دلوقتي وانا بفتحه هيتقطع مني. فمعنى كده ان هو بصوا هتلاقوا الرسمة اللي عليه اتشالت، فخلوا بالكم من النقطة دي. لا قدر الله يكون مثلا في حاجة حد عامل حاجة مستعملة ولا حاجة، لا طبعا اهو بصوا زي ما انتوا شفتوا الحتة طلعت لوحدها. طبعا الكارت ما شاء الله نسخة ال3 مراوح زي ما قلنا. ليه كده زرار من ورا اللي هو الكوايت مود والبرفورمانس مود، هم عاملينه على البرفورمانس جاهز. طبعا 3 مراوح كل واحدة بتدور، يعني الاتنين اللي في الجناب بيدوروا في اتجاه واللي في النص بتدور الاتجاه، وعليها حتة ار جي بي هي كده صغيرة، شريط كده. ودي برضو الشعار ده طبعا بينور. طبعا هو 6 بن، ما بياخدش متطلباته في الكهرباء، مش حاجة قوية جدا. وزي ما احنا شايفين ده زرار اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكوايت والبرفورمانس مود، هم ظابطينه على طول على البرفورمانس مود. فما شاء الله الكارت ما بيسخنش تقريبا خالص، يعني فين وفين وانت بتلعب. يعني في الشتاء تقريبا المروح مش هتشتغل اساسا، حتى مهما بتزود عليه في الفرامات، مهما تقريبا مش هتشتغل خالص. في الصيف تقريبا هتشتغل بنسبة 53% مع الضغط العالي على الكارت. انا عايز اقول لكم ما شاء الله اقصى حاجة وصل لها يعني مثلا 60 او حاجة زي كده مع فريمات، مع عدد الفريمات العالي. وزي ما احنا قلنا طبعا المراوح اللي على الجناب دي كل واحدة بتدور في اتجاه، لكن اللي في النص بتدور في اتجاه تاني. وزي ما احنا شايفين كله عليه تغليف، حتى المراوح عليها تغليف.
طبعا نقطة قوته الهيت سينك بتاعته، فلا ما شاء الله. طبعا حاطط لك زي ما احنا شايفين رابرايزد او رابر كده على الاماكن الخلفية، بحيث ان انت ما تدخلش فيها تراب. فالكارت ما شاء الله الجودة بتاعته كويسة جدا. طيب تعالوا نجربه كده على اول لعبة. ومعلش انا ما عنديش العاب كتيرة يعني، فعندي لعبتين اللي هي الجي تي اي في. دي طبعا زي ما انتم شايفين انا بجرب عليها حاجات كتيرة جدا. وعندي الشادو اوف توم بريدر. طبعا دي من الالعاب المتطلبة جدا وبتجهد الكارت لدرجة مش ممكن. هنحاول نشوف هنا هتجيب كام وهنا هتجيب كام، وانا متوقع بصراحة من اولها ان الشادو اوف توم بريدر ان شاء الله تطلع لفريمات عالية جدا. تعالوا كده نجرب اللعبتين ونشوف درجات الحرارة ونشوف كل حاجة في الكارت، هل نقدر نقيمه ونشوف الدنيا ماشية معانا ازاي. زي ما انتم شايفين طبعا اول لعبة معانا، فما شاء الله زي ما انتم شايفين الريزولوشن عالي جدا. الكارت بسم الله ما شاء الله محافظ على درجات حرارة معقولة، درجات حرارة متوسطة، لا هي عالية ولا هي واطية. وزي ما انتم شايفين جايبين فريمات، محققين عدد فريمات، الكلوك بتاعته شغالة تمام، الميموري بتاعته برضو شغالة. ده كل ده مش بوست طبعا، ده لسه احنا بنلعب في الاول. وزي ما انتم شايفين جايب محقق كمية فريمات تعتبر من الفريمات العالية جدا. فما شاء الله لا الكارت تمام. تعالوا برضو نشوف اللعبة التانية بحيث ان احنا نبقى شفنا اكتر من حاجة. طيب تعالوا بقى نشوف اللعبة التانية. وزي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله اللعبة دي طبعا من الألعاب زي ما قلت المتطلبة جدا، وما شاء الله يعني ضربة في العالي قوي. بتطلع على أرقام غريبة. أنا عايز أقول لكم إن مرة جبت بيها وصلت لحد 600 فريم، يعني ما شاء الله. فطبعا لا من الألعاب المتطلبة جدا، والكارت بسم الله ما شاء الله محافظ عليها. وعمال حتى لو درجة حرارته علت شوية وبعدين مش بتعلى لحاجات فظيعة، يعني كبيره مثلا بيوصل لحد 64 65، ما بيعلاش عن الحاجات العالية قوي. زي بقى معظم الكروت اللي بتوصل لتمانينات و85. لكن ما شاء الله الكارت درجات حرارته بسم الله ما شاء الله بيقدر يحافظ عليها، وبالذات نسخة الثلاث مراوح. وهي على فكرة النسخة دي صعب ان انت تلاقيها دلوقتي. يعني انا عايز اقول لكم لما نزلت بدور على الكارت، عايز اقول لكم لفيت يعني 3 ايام مثلا بلف في اكتر من 6 او 7 مولات، يعني نادرا لما تلاقي حد بيبيعه. فتقريبا النسخة دي خلصت من السوق، موجود كله طبعا الحاجات اللي هي بمروحتين بس، او في حاجات بمروحة واحدة بس. طبعا الكارت من كل النواحي الباك بليد دي جميلة جدا، بتديله يعني دعم، وبتديله في نفس الوقت شكل شيك وجميل، وفي نفس الوقت بتحس كده ان الكارت قوي، تقدر ان انت تركبه وتبقى مش خايف عليه يعني وهو راكب في المظر. ويستحسن طبعا لو المظر بتاعتك فيها اللي هو الجزء اللي بيبقى حديد ده، فطبعا ده هيبقى احسن واحسن، وهيبدأ طبعا يديك تبقى يعني حاسس ان الكارت راكب تمام معاك. وهحاول اوريلكم برضو البرفورمانس بتاعه او الاداء بتاعه بحيث ان انت يبقى عندك فكرة، ونشوف هنقدر نوصل بيه لفريمات قد ايه. طبعا سعر الكارت يعني في حدود 15,000 دلوقتي. مش عارف بقى يعني وقت عرض الحلقة، بس انا جايبه في حدود 15 ونص. طبعا الاسعار يعني الى حد ما في كروت الشاشة بالذات غالية شوية. طيب تعالوا نشوف كده بقى في تركيبه. ده شكل الكارت وهو راكب. طبعا زي ما قلت كده الجزئية دي بتنزل لها البرنامج بتاعها بتاع الطف، وتقدر ان انت تتحكم فيها، تعمل يعني اي شكل انت عايزه. عايز تخليها يعني البالس، عايز تخليها سيركل كولر سيركل، تقدر طبعا تتحكم زي ما انت عايز في الالوان بتاعه الجزء الار جي بي. الكارت ما شاء الله زي ما انتم شايفين راكب تمام. بس انا برضو كنت يعني قلقان شويه، فحطيت له هولدر كده هوريه لكم برضو. يعني ركبت له هولدر كده بحيث ان هو يعني يبقى، لان لو حركت الكيسه ولا حاجه بحيث ان هو ما يلسن، رغم ان هو مش طويل، يعني بتتكلم مثلا في اقل من 30 سم متهيألي، بتاع 28 سم ولا حاجه، ما كملش ال 30 سم. لكن الهيت سينك ما شاء الله بتاعته كبيره شويه زي ما احنا شايفين. طبعا ال8 بن بتاعته بكل سهوله. هحاول برضو اجيب لكم دلوقتي بقيه الامكانيات بتاعته. تعالوا نشوف. طيب هو مقري على الجي بي يو زي مقري كل الامكانيات بتاعته مقري ازاي بالظبط. وطبعا ده برضو
الام اس اي افتر بيرنر هتلاقوه على الاتنين اهو. انا بحاول بس اوريه لكم بحيث تبقوا شايفين كل الامكانيات بتاعته، وتبقوا عارفين كل حاجة عن الكارت نفسه. طبعا حتى نزلت له طبعا الدرايفر بتاعه من على موقع نفيديا، وطبعا زي ما احنا شايفين كاتب البيس كلوك والباند ويتس، وكاتب الرام بتاعته قد ايه، وهوريه لكم برده كمان هو زاد لحد ايه. يعني هو 12 جيجا وشويه، وزاد كمان بقى تقريبا وصل لحد 20 جيجا لما خد سحب من الرامات. وهوريكم برده، احاول اوريكم في لعبه من الالعاب الفرامات اللي وصلت لها، لان في حاجات وصلت لها لحاجات عاليه جدا. يعني في شادو اوف توم بريدر مثلا وصلت له لحد حوالي 500 فريم مثلا. جي تي اي وصلت له لحد 165 او 180 فريم كمان. فكل لعبة طبعا بيبقى ليها متطلباتها وليها الامكانيات اللي بتوصل لها. وفي نهاية الحلقة يا رب نكون قدمنا لكم تقييم فعلا عن الكارت، تقييم حقيقي قدرتوا فعلا تطلعوا منه بحاجة مفيدة. وهل فعلا الكارت ده يعني يستحق ثمنه ال 15,000 ونص؟ هل يستحق الثمن دوت؟ طبعا مبلغ كبير جدا، 8 تجميعات مش تجميعة واحدة. يعني ممكن بتعمل بيه 3 تجميعات من تجميعات الحاجات المتوسطة او الحاجات اللي هي الاستيراد. فانتوا بقى الحكم ليكم. ما تنسوناش بقى باللايك والشير، واشتركوا كده في القناة ان شاء الله هتعجبكم. بنتكلم في حاجات كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.